شاعر تحدى القهر بكلمة وخلى من الألم أغنية أبدية. حياكم الله. الشاعر محمد أمين المعروف أدبياً بحمي آغي باجلان، شاعر كردي حمل بكلماته نبض الأرض ووجدان الإنسان. ولد سنة 1922 بقرية حاجي خليل التابعة لسهل بن كورة بمنطقة خانقين. تلقى تعليمه الأولي في القرى المجاورة، ودرس العلوم الدينية واللغات الكردية والعربية والفارسية. وبدأ حمي آغي باجلان ينظم الشعر من صغره، متأثر بالموروث الشفهي الكردي مثل الأغاني الجبلية. وبسبب انتماء القومي تعرض للمضايقات والتعسف، ونتيجة التعسف اضطر عام 1974 للهجرة إلى إيران كلاجئ، ورجع للعراق سنة 1975 وعمل نظام البائد إلى تهجيره هو وعائلته لمدينة الفلوجة. ومن أبرز دواوينه يا نمان تشولن أي بيوتنا خالية، ودشتي بن كورة أي سهل بن كورة. توفي الشاعر الكبير حمي آغي باجلان سنة 2005 بعد مسيرة حافلة بالعطاء الأدبي والشعري، وخلد اسمه بذاكرة الأدب الكردي. وانتم شنو رأيكم بدور الشعراء الكرد بحفظ التراث والثقافة؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.